اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه عمل رز بلبن بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انت شايفه طالع ما شاء الله طعم وقوام بجد تحفه. يلا نبدا الفيديو ونعرف عملناه ازاي. اول حاجه عندي كوبايه من الرز، حجم الكوبايه ديت. هاخده اغسله كويس جدا وهنزل بيه في الحله وانزل عليه بكوبايه من الميه واسيبه لحد ما الميه تبتدي تتشرب الرز زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هنزل عليه تاني بكوبايه من الميه لان انا عايزه الرز معايا هنا يستوي خالص. يبقى كوباية الرز اخدت كوبايتين بالظبط من المية. بعد ما الرز استوى هنزل عليه باتنين لتر من اللبن، واللبن يكون عندي هنا مغلي وسخن. ما ينفعش انزل باللبن ساقع على الرز وهو سخن علشان اللبن ما يقطعش معايا. يبقى عندي كوباية الرز اخدت 2 لتر من اللبن، هنزل عليهم بكوبايتين من السكر بنفس كوباية الرز. يبقى كوبايتين من السكر معاهم كوباية من الرز واتنين لتر من اللبن. لو هتقللي الكمية هيبقى نص كوباية رز كوباية سكر لتر من اللبن. هبتدي اقلب فيه بالشكل ده، هتوطي عليه عشان اللبن ما يفرش معاكي لحد ما يبتدي تحسي ان هو تقل معاكي من غير ما تحطي نشا خالص. هتبصي تلاقي اللبن نفسه تقل معاكي مع الرز بطريقة سهلة جدا هتعمليه. هو كده استوى معايا بقى مظبوط جدا. هبتدي بقى احضر عندي البولات وهبتدي اغرف في البولة بالشكل دوت. طبعا كل ما هتسيبيه كل ما هيتقل معاكي اكتر. بجد طعمه تحفة يا جماعة، والسمك بتاعه مظبوط جدا والسكر بتاعه كمان مظبوط. امشي بنفس الطريقة هيطلع معاكي حلو قوي. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. بصي القوام بتاع الرز تقل ازاي، ولما هيسقع كمان هيتقل اكتر وطعمه بجد خطير. طريقته سهلة خالص. اعملي لي الولاد بإذن الله يعجبهم، واستنيني في وصفات تانية كتير مع قناة مطبخ فوفا، وألف هنا وشفا. سلام عليكم.